السلام عليكم. أنا محمد جميل، بقدم لكم طب بجد مش هبد. كتير من الأزواج بيعتقدوا إن رحلة الحقن المجهري بتنتهي عند أول اختبار حمل إيجابي. الحقيقة هي دي البداية مش النهاية. البداية في رحلة طويلة جدا فيها محطات كتير قوي. بتاخد استراحة عند محطة حضن الأم، وبعد كده بتبدأ تؤتي ثمارها عند أول خطوة بيمشيها وأول كلمة بيتكلمها. الرحلة دي احنا كمتخصصين في الحقن المجهري ما نقدرش نطلعها لوحدنا، لازم يكون فيها صحبة. حبيت أقدم لحضراتكم النهاردة رفيق في الرحلة بتاعتنا. ضيف النهاردة وأول رفيق بقدمه لحضراتكم في رحلتنا الطويلة ديت هو الحقيقة شخصية استثنائية، أمين اتحاد طلبة كلية الطب، نقابي بارز جدا وله دور كبير في النقابة قبل كده، دكتور شاطر جدا، ومؤخرا محاضر دولي على أعلى مستوى. ضيف النهاردة الدكتور سامح عبد العظيم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ورئيس قسم الأطفال في مستشفى رويال NMC أبو ظبي. وقبل ده كله هو صديق عزيز جدا، رفيق كفاح من أيام الدراسة وفي انتخابات النقابة، وصديق شخصي بينا تشابه كتير في حاجات كتير قوي، بس هو الحقيقة أفضل مني في كل حاجة يعني. دكتور سامح، شرفتنا النهاردة. اهلا بيك يا دكتور محمد. شرفنا بيك، وعارفين ان انت وقتك ضيق وعطلناك النهاردة. الشرف ليا ان انا اكون موجود معاك النهارده، اكيد انت عارف. ربنا يبارك فيك، تسلم. دكتور سامح، احنا عاوزين نبدأ كده بحاجة فيما يتعلق بالحقن المجهري وعلاج تأخر الحمل. حضرتك اتصلوا عليك وقالوا لك احنا عندنا دكتور سامح دلوقتي حالة بتولد قيصري، عمرها 39 سنة، البيبي 39 أسبوع، والبيبي دوت حقن مجهري. ايه اللي حضرتك هتجهزه؟ وهل اللي انت هتجهزه وانت رايح تستقبل البيبي دوت هو نفس الروتين بتاعك اللي بتجهزه في الحالات اللي زي دي، ولا لما عرفت ان هو حقن مجهري هيبقى فيه اختلاف في التجهيزات او التحضيرات وانت بتستقبل البيبي ده؟ هو الحقيقه احنا بنسميه زي ما انت عارف يا محمد بريشيوس بيبي او طفل قيم. هو كل طفل بنعتبره طفل قيم عند اسرته، سواء هو حقن مجهري او غير حقن مجهري. فالحقيقه احنا الاحتياطات واحده، التجهيزات واحده، لان هو بروتوكول احنا بنمشي عليه واسلوب معين في التعامل مع الطفل. ولكن احنا بنكون استعدادنا النفسي اشد شويه في حاله الطفل الحقن المجهري. تجهيز الاب والام والتعامل معاهم، الكلام معاهم، الخروج، وان احنا نشرح لهم التعامل مع الطفل. الحاجات دي كلها بتفرق. لكن الحقيقه احنا استقبال الطفل بعد الولاده هو شيء واحد، مفيش جدال. خصوصا انك انت بتتكلم الولد ما شاء الله وصل 39 اسبوع، يعني هو يعتبر خلاص طفل بالغ، وان شاء الله يخرج بسلام باذن الله. تمام. احيانا بتبقى انت وانت بتقيم الطفل اول ما اتولد شايف ان اموره كويسه، نفسه كويس، علاماته الحيويه كويسه، بس انت بالكلينيكال سنس بتاعك وبخبرتك شايف ان الطفل ده مش مريح بالنسبه لك. احيانا بيحصل كده معاك؟ كتير. هو الحقيقه طبعا احنا عندنا مشاكل مع السن الكبير في الامهات زي ما انت عارف. يمكن لو الام سنها عدى ال 35 عندنا بعض القلق من بعض المشاكل الجينيه والوراثيه زي ما انت عارف. فاحنا بنحط بحبحها شويه يا سامح، بلاش 35 يعني، خليها 39 40. احنا بنعمل حقن مجهري الناس طيب كتير فوق ال 40. فهو احنا كل الفكره ان احنا بس بنبقى حريصين على الطفل اكتر شويه. احنا بنكون حريصين في السكريننج ان احنا الفحص الطفل كاملا زي ما بنقول. اذا احنا حسينا باي قلق او قلبنا مش مرتاح زي ما انت بتقول، احنا بنحط الطفل تحت الملاحظه وبيكون تحت عينينا. والحقيقه انا مش عارف، يمكن احنا بره دلوقتي بره مصر احنا عندنا اوقات معينه، يعني الام اللي والده طبيعي لازم الطفل بيقعد تحت عينينا 24 ساعه. الام اللي والده قيصري بيقعد معانا تقريبا يومين. في مصر قد يكون الامر مختلف، ولكن احنا بنتابع الطفل، بنشوفه مره واتنين، وبيكون له متابعات بعد الولاده بشكل متكرر عشان نطمن عليه. طيب، بما ان انت فتحت قصه الطبيعي والقيصري، بالنسبه لك انت كاستشاري متخصص في الاطفال، البيبي المولود طبيعي اريح بالنسبه لك واكثر طمأنة، ولا اللي مولود قيصري؟ بس هي راعي قبل ما تجاوب ان احنا عندنا في مصر تقريبا احنا تاني دولة على مستوى العالم في معدل الولادة القيصرية. والحقيقه ان دي من الحاجات السيئه. اكيد. لازم الامهات تكون فاهمه الحقيقه ان الولاده الطبيعيه فيها فرق كبير. ربنا سبحانه وتعالى ما عملش اي شيء عبث.
فسبحانه احنا الحقيقه كل الدراسات الحديثه بتتكلم عن مشاكل الولادات القيصريه. المفترض ان الولاده القيصريه اذا كان لها سبب طبي واضح فاحنا ما نقدرش نقول حاجه، ولكن يفضل الاتجاه ناحيه الولاده الطبيعيه. انا عارف ان دكاتره النساء هيكونوا ضدي في القصه دي أكيد. حقيقه، ولكن الامهات لازم تفهم ان احنا سبحان الله الطفل هو نازل من رحم الام خلال المجرى الطبيعي بيكتسب بعض الكائنات الدقيقه اللي يمكن هتكلم معاك يا محمد فيها، بتفرق بعد كده، بتفرق في مناعه الطفل، بتفرق في مستقبل الطفل. مش عايز اقول لك انها بتفرق في تغيرات الجينات الوراثيه بتاعته بعد كده. الكلام ده بقى خطير دلوقتي، ويمكن احنا عندنا مواضيع كتير. انا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره، موضوع الميكروبيوم او موضوع الكائنات الدقيقه اللي داخل معده وامعاء الطفل، اللي بتشكل جزء كبير من حياته ومن امنه ومن مستقبله. ده بيفرق. عشان كده احنا عندنا فرق ما بين الطفل اللي بيتولد طبيعي والطفل اللي بيتولد قيصري، حتى لو دكاتره النساء زعلوا مننا. لا، هو الحقيقه الموضوع مش موضوع زعل على قد ما هو موضوع تجهيزات. طالما فتحت الموضوع دوت فانا لازم اكمل كلام فيه. احنا علشان هتكلم عن نفسي انا او عن حالات الحقن المجهري، ان احنا بفضل الله دلوقتي تقريبا كل الحالات اللي بنولدها او معظمها يا اما حالات متاخرين في الحمل بقالهم فتره طويله قوي، يا اما حالات حقن مجهري. فانا علشان ادي فرصه الام بقالها 15 سنه متاخره، عملنا لها حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وما حصلش نصيب، وبعدين عندنا بيبي وصل 38 اسبوع واديها فرصه انها تولد طبيعي، انا بعتبر ان ده كده مش هينفع مع البريشيوس بيبي في الاحوال دي، مش هينفع بالتجهيزات المتاحه في الوقت الحالي. اذا في ضروره طبيه، ده قصدي. فانت بتتكلم من ضروره طبيه بتنفع الام والطفل، ما اقدرش اتكلم ساعتها. ولكن احنا بنتكلم على الابيوز اللي بيحصل، اللي هو الناس بتستسهل. الام تقول لك انا مش عاوز احس بوجع، ده مش سبب. الدكتور عاوز يريح نفسه، السكيدولينج اللي هو عاوز بس المواعيد بتاعته تكون مظبوطه، فبيحط الامهات في التوقيتات دي فيريح نفسه. لا، هو الحقيقة اذا الموضوع كان مش كده السبب هو خالص. ده، وانا ما اعتقدش انك انت بتعمل الكلام ده لا، لا، سيبك ومتاكد، مني انا، لان أنا هو ما بقولكش الموضوع طبيعي اصلا. الموضوع الموضوع بيرجع لضمير الدكتور الحقيقه، وزي ما قلت ما دام في ضروره طبيه ما حدش يقدر يتكلم فيه. طيب، انا وجهة نظري ان انا علشان ادي تشانس للبيبي دوت ان هو يتولد طبيعي، لازم يكون عندي سي تي جي محطوط على بطن الام طول الوقت من اول ما الطلق جه لحد ما يتولد بالسلامه. لازم يكون عندي سكالب بي اتش موجود معايا وكل شويه بقيسه وبطمن عشان لو حصل اي حاجه اجري بسرعه على العمليات نعمل قيصريه. فانا وجهة نظري انه طالما دي مش متوفره عندي ايا كان المكان اللي انا بولد فيه، يبقى انا مش هجازف بالام والجنين وابدا ادخلها تولد طبيعي وانا ما عنديش الامكانيات دي. استاذ محمد، انا كنت في المغرب من حوالي 5 شهور، كنت بدي محاضره عن الفرق ما بين الطفل المولود قيصري والطفل المولود طبيعي. تمام. وكنت بعدد مع الناس ايه الاسباب اللي زودت ريت القيصريه شويه. تمام. من ضمنها هي الحالة المادية أو الحالة الطبية في بعض البلاد. فإذا كانت ظروفنا الطبية ومجتمعنا مش هنقدر إن احنا نتابع المتابعة الدقيقة اللي عن كثب اللي تطمنك على صحة الطفل، ما أقدرش أقول لك حاجة، قد تكون ده سبب من أسباب إنك أنت تعمل قيصري. فإحنا ما عندناش جدل في ده خالص، ولكن إحنا نفضل وما زلنا ونعلنها بصراحة الولادة الطبيعية هي الأفضل للطفل والأم. احنا عارفين ان انت اشتغلت في مصر في مستشفيات كتير، وعارفين ان انت اشتغلت في السعودية فترة طويلة، ودلوقتي من فضل الله رئيس قسم في مستشفى كبيرة من اكبر مستشفيات الامارات. اللي انا عاوز اعرفه منك دلوقتي الممارسة الطبية عموما والتعامل مع، انت اتعاملت مع جنسيات كتير يا سامح، اتعاملت مع لاتين امريكان واتعاملت مع عرب واتعاملت مع امريكان واتعاملت مع ناس من اوروبا والكلام دوت. اكتر ناس او اكتر جنسية بيطوعوك في التعليمات، في الحرص على تنفيذ العلاج بشكل معين، ان انت لما تتكلم عن حاجه معينه تخص الاكل او تخص الرضاعه او تخص كذا او كذا وكذا، بيكونوا مهتمين ومصحصحين وينفذوا الكلام بتاعك بالظبط. ايه اكتر ناس انت بتحس ان هم بيعملوا دوت، واكتر ناس برضو في المقابل بتحس ان هو مش ملتزمين بالكلام ده؟ هو صراحة الأم الأوروبية ملتزمة جدا، يعني من أحسن الناس اللي بتسمع كلامك بتفاصيلها. يليها بعض الجنسيات العربية، تمام. والحقيقه ان الامر بيختلف على حسب ثقافه الام. يعني عندنا مش هقدر اقول لك المصريين متابعين، المصريين حبايب قلبي يعني زي ما بنقول، وهم الاقرب ليا.
ولكن الام المصريه بتبقى متاثره بكل اللي حواليها للاسف. يعني احنا جروبات المامز وخالتي وحماتي وامي واختي وصاحبتي وبنت عم جوزي والحقيقه ده حاجات مؤثره جدا في عقل الست المصريه. ولكن مش هقدر اقول لك ان كل المصريين، لا، في بعضهم الحقيقه بيلتزموا جدا وستيكن جدا للتعليمات وبيسمعوا الكلام ويمشوا كويس، ومعظمهم بيحاولوا كده. ويمكن انا شخصيتي مع مرضايا بتفرق. هو الطبيب على حسب ما بيربي مريضه زي ما بيقولوا، فهي الامهات بترتاح معاك من البدايه زي ما دكتور النساء، اذا الام راحت له اول مره الثانيه ارتاحت هي بتكمل معاه الرحله. نفس الكلام مع طبيب الاطفال، اذا الام جات لي من اول مره وفهمنا بعض ارتحنا، فهمت انا بعمل ايه بالظبط مع الطفل، خلاص هي بتكمل معايا الرحله. فانا لا، بدون نقاش الجنسيات الاوروبيه هي اكتر الجنسيات سماعا لكلام الطبيب وبتمشي على كلامي. في العرب لو انت حابب انك تسمع، ايوه اللبنانيات. الحقيقه ان اللبنانيات بيسمعوا الكلام جدا وبيمشوا على التعليمات بحذافيرها. واللبنانيه صعب تغير دكتورها، مستحيل تروح لواحد تاني. يعني هو انت طبيبها هي هتفضل ماشيه وراك مهما انت كنت فين. تمام. الباقي يعني على حسب بقى يعني. طيب، هل حصل في مره ان في اسره رفضت تدخل الطفل الحضانه؟ يعني انت كان تعليماتك او توصياتك ان احنا محتاجين نتابعه في الحضانه شويه، ورفضوا ان هم يدخلوه، قال لك لا احنا هناخده على مسؤوليتنا. وفي الحاله دي انت بتتصرف ازاي كطبيب؟ يعني انت شايف ان البيبي محتاج يدخل والاهل رفضوا، انت بتتصرف ازاي في الاحوال دي؟ الحقيقه الكلام ده بره مصر ما حصلش ابدا صراحه، لسبب بسيط: الرعايه الطبيه متوفره، التامين الصحي موجود، هو ما بيتكلفش. يمكن الموضوع بيكون مادي بشكل او باخر. لو كنا في مصر، انا اشتغلت في مصر فتره طويله، الناس احيانا عدم توفر المكان في الاماكن الحكوميه او الاماكن المتغطاه بالنسبه للاب والام، وده اللي بيخليه يفكر كده. يمكن ده شفتها في مصر الحقيقه. بنتكلم مع الاب وبنشرح وبنحاول نوفر مكان، وكنا بنحاول ونكلم زمايلنا في كل مكان، تامين، جامعه، نكلم الوزاره زي ما في التليفون في الخط الساخن. تمام. المهم في الاخر انك انت بتحاول بقدر الامكان بتحافظ على الطفل وتشرح للاب والام المخاطر اللي بتحصل. ففكره ان اب وام يرفضوا يدخلوا طفلهم الحضانه، انا الحقيقه انا تقريبا يعني في رحلتي بره مصر، انا اشتغلت سعوديه، كويت، امارات، ما حصلتش معايا ابدا خالص. يمكن انا بسال السؤال دوت علشان نقطه معينه، مساله ان البيبي يجيله الصفرة مثلا في اول فتره بعد الولاده. في بعض الناس على المدارس القديمه وبعض الزملاء الدكاتره الكبار، اساتذتنا الكبار في السن شويه، بيبقى لهم تعليمات كده يقول لك لا مش ضروري يدخل الحضانه. فامتى طفل الصفرة بالذات انصح الاهل ان هو لازم يدخل، او اقول لهم لا تابعوه في البيت مثلا وتعالوا لي بعد 48 ساعه، او اعملوا كذا، او الاحتياطات كذا؟ هو ده السؤال اللي هو اثار النقطه دي في دماغي دلوقتي وانا بكلمك يعني. فانت ايه رايك في مساله الصفرة دي بالذات في دخول الحضانه؟ هو الصفرة هو اختلال زي اي خلل، واحنا لينا زي ما بنقول تاني، احنا لينا علامات ولينا مؤشرات ولينا كيرفات. فاحنا الصفرة يا جماعه، احنا بنقول للناس احنا عندنا صفرة طبيعيه وصفرة مرضيه، او هم بيسموها الصفرة الفسيولوجيه هنا في مصر عارفينها. والله الصفرة الفسيولوجيه اللي هي الصفرة الطبيعيه، والصفرة دي عباره عن ماده اتكونت نتيجه تكسر كرات الدم بشكل او باخر، طلعت الجسم بيتخلص منها بشكل بسيط. اذا زادت عن الحد احنا عندنا مشكله، ان الصفرة دي او الماده دي لو زادت ممكن لا قدر الله تعدي المخ وتخش تعمل مشاكل. فاحنا بنتابع اذا الطفل مش منه ما الطفل مصفر فاحنا قلقانين. لا، اذا قسنا الصفرة لقينا الصفرة فوق خط معين، خلاص احنا لازم ننزلها، ما سيبش الطفل يتعرض لمخاطر الصفرة. الصفرة المرضيه ده موضوع تاني خالص، ده على حسب فصائل الدم بتاع الاب بتاع الطفل والام، عامل ريسس فاكتور بين الطفل والام. هل الام عندها تاريخ مرضي لاي مشاكل، الطفل عنده مشاكل تانية، دي صفرة مرضيه وبتتعالج في الحضانه. ولكن مش اي طفل صفرة بندخله الحضانه، على حسب معدل الماده داخل دم الطفل وعمره. يعني انت بتنصح التحليل الاول، ان هو يعمل التحليل انا الأول؟ بنصح ان الام تكون متابعه مع دكتور الاطفال اللي تمام. بيشوف بعينيه اذا كان محتاج يعمل ولا لا، بيعمل التحليل وبيحطه على الكيرف. اذا الطفل معدي الليفل تمام. خلاص لازم علاج ضوئي. موضوع فحص قاع العين، ناس كتير قوي اثرته في الفتره الاخيره عشان كان في مشكله طبيه كده حصلت مع بعض الزملاء في الصعيد، انه البيبي خرج من غير ما يعملوا له فحص قاع عين او يعرضوه على دكتور رمد متخصص، وحصل مشكله في البيبي. ايه موضوع فحص قاع العين للبيبي قبل ما يخرج من الحضانه؟ بس هو الحقيقه يا محمد ان احنا عندنا فحوصات روتينيه لازم تتعمل للاطفال بعد الولاده مباشره. احد الفحوصات دي اللي هو فحص العين، احنا بنشوف حاجه اسمها الريد ريفلكس، بنطمن ان ما عندناش اي مشاكل في الطفل او مشاكل في عينيه.
دي الفحص المبدئي اللي يتعمل، ده فحص بسيط خالص، ما بيحتاجش طبيب رمد ولا عيون ولا الكلام ده. احنا طبيب الاطفال النايب عندي بيعمله في القسم الداخلي، بيمر بالاوفثالموسكوب يبص على عيون الاطفال ويطمن ان الريد ريفلكس موجود. ده من الحاجات المهمه اللي احنا بنعملها. فحص السمع حاجه من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها. فحص الامراض اللي بنقول عليها الميتابوليك سكرين، ده حاجه من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها. احنا الطفل لما بيتولد بنفحصه، بنقول من هيد تو، بفحص تمام. الطفل تماما من اول شعره لحد رجليه، اطمن ان هو مفيش مشاكل. فحص القلب، فحص الرئتين، فحص البطن، فحص الاعضاء الجنسيه للطفل، فحص فتحه الشرج، فحص الجهاز العظمي للطفل. فحصت كل حاجه واطمنت ان كل حاجه تمام. فحص العين زي ما احنا قلنا، فحص السمع زي ما قلنا، الميتابوليك سكرين، ده اقدر الطفل اخرجه بهذا الشكل. لكن دي حاجات اساسيه ورئيسيه ومش محتاجه اضافات، يعني الموضوع مش كبير. وانت بتتابع كمان الطفل مع الام بعد كده بدا يشوف ولا لا، بدا يلاحظ. يمكن هنقول الطفل مع تطوره كل يوم ايه التطور اللي بتشوفه، ايه اللي لازم تلاحظيه على طفلك كمان. بمناسبة برضو كلامنا عن الحضانات والقصص اللي بتحصل بعد خروج البيبي من الحضانة، احنا دايما هنا في مصر بنفكر انه في عمر معين لو البيبي اتولد قبله، عمر اسابيع رحمية يعني، البيبي ده غالبا مش هيكمل في الحضانة. فانا عاوز اسألك، يعني يمكن السؤال يكون متشعب شوية، بس اصغر بيبي عدى معاك في مصر واصغر بيبي عدى معاك في الامارات او في السعوديه من ناحيه الاسابيع الرحميه، يعني بيبي اتولد دلوقتي، انا بقول لك انا عندي بيبي يا دكتور سامح 29 اسبوع 30 اسبوع، اصغر بيبي عدى معاك هنا واصغر بيبي عدى معاك بره؟ في مصر انا اعتقد ان احنا تقريبا 29 اسبوع، يعني يمكن انا شغلي في مصر ما كانش كتير، بس يمكن كان 29 اسبوع. في بره اعتقد كان اصغر طفل كان حصل معايا في الكويت الحقيقه كان 24 اسبوع، وما شاء الله كبر، والطفل كان 6 شهور وجيت وسط اتصور معانا وكان حاله كويسه. والحقيقه ان دي حالات مسجله عالميا. يعني ال 24 هو من الاعمار اللي الاطفال فيها بتعدي الحمد لله رب العالمين، اذا في تجهيزات كويسه واذا في حضانه فعلا بتتعامل بشكل كويس والانفكشن كنترول والكلام ده، الطفل بيعدي ان شاء الله. هل ممكن طفل يدخل الحضانه كويس والحضانه تكون سبب في ان حالته تسوء؟ اطلاقا. انت بتعمل رعايه للطفل. الحضانه ما تسببش مشكله للطفل الا اذا كان في مشاكل تانية. ده موضوع مش في الطفل، في الحضانه نفسها، في الاستاف، في مكافحه العدوى، نقل العدوى، النظافه في الحضانه والمتابعه والناس اللي شغاله فيها بيفرقوا كتير. وانت عارف المستوى، احنا عندنا ليفلز كتير، عندنا ما شاء الله، احنا عندنا الحضانات هنا متطوره جدا. الناس المصريين، الدكاتره المصريين شاطرين جدا في الحضانات، وما شاء الله لما بيخرجوا بره يعني يرفعوا الراس. طيب احيانا بما انك تعرضت لمساله الدكاتره، انا هحكي لك موقف حصل معايا وانا نائب صغير في مستشفى التامين الصحي في بنها. في بيبي اتولد، واحنا كان اي بيبي بيتولد معانا بنقوم باعتينه الاطفال التخصصي قدامنا على طول، الباب في الباب، يعني المستشفى، لان ما كانش عندنا وقتها اسم اطفال جوه المستشفى. فانا ولدت البيبي طبيعي، ويعني بعد ما عملنا له الريسستيشن الاولانيه اديته لوالده وقلت له ايه، روح الاطفال التخصصي الاستقبالي يطمنوا عليه. فلقيته رجع لي بيقول لي في الاطفال بيقولوا ان احنا شدينا عليه بالشفاط. هو في الحقيقه الوقت دوت احنا ما كانش عندنا شفاط في التامين، يعني انا ما كانش عندي شفاط اصلا جوه العمليات. فالمسج اللي دكتور الاطفال بيقدمها للاسره في اول لقاء وفي اول فحص دي بتفرق كتير جدا في المينتاليتي بتاعتهم طول الوقت. يعني هو لو قال لهم كلمه ممكن الكلمه دي تفضل في دماغهم لحد ما يفضل عنده 6 سنين، وكل ما تحصل مشكله يقول لك ايوه ده عشان شدوا عليه بالشفاط. فانا عاوز اسمع تعليقك على الموقف نفسه، وكمان تعليقك على ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ويتقال ازاي ويتقال بناء على ايه، ومين اللي المفروض يكلم البيبي، يكلم اهل البيبي يقول لهم الكلام الحقيقي اللي بيعبر عن حالته فعلا، بدون مبالغه وبدون ما نسوق الحاله قدام الناس، علشان لو حصل اي حاجه بعد كده يبقى احنا مش مسؤولين ومش احنا اللي عملنا الكلام دوت. هو الحاله واحد اتكلمت في مصر الناس كلها مظلومه، دكتور النساء مظلوم ودكتور الاطفال مظلوم والاهل مظلومين. هو اولا ما ينفعش طفل يتولد وما فيش دكتور اطفال جنبه. تمام، يعني صح. انت الموقف نفسه انك انت ولدت واديت الطفل الاهل وادوه الاطفال التخصصي يطمنوا عليه، هو لما تحكي القصه كلها لا دي قصه لا تصح. تمام. هو المفروض في دكتور اطفال شاف الطفل واطمن عليه وخرج كلم الاهل، وانت خرجت بره القصه تماما. للاسف احنا عندنا بعض العادات وبعض الحاجات اللي هو الناس عاوزه تريح نفسها، هو عاوز يرمي مسؤوليه من على نفسه او عاوز يشيل المسؤوليه عن نفسه زي ما خلي بالك برضو دكتور. احنا بنتكلم عن مستشفى حكومي، يس
وانا لا املك ان انا اقول مش هشتغل من غير دكتور اطفال. أيوة. يعني انا ساعتها في مستشفى حكومي وده عملي لازم اؤديه، بس المستشفى الحكومي ما كانش فيها دكتور اطفال. بس دلوقتي فيها الحمد لله رب العالمين، دلوقتي الموضوع أنا اتغير. بكلمك عن وقت معين. بالظبط، الموضوع اتغير. هو طبيعي، هي ما فيش حاجه اسمها اصل تشد بالشفاط، اسمها الاطفال بتتشد بالشفاط عادي، تمام. ما فيش حاجه اسمها تشد بفورسبس، ما فيش الكلام ده. كل حاجه لها كومبليكيشنز ولها الاسلوب بتاعها. فهو غالبا الدكتور اللي قال هو سمعها من دكتور قبله للاسف، والدكتور اللي قبله سمعها من دكتور قبله للاسف، فبيريح نفسه، فهو متضايق منك انك هتشغله شويه في شيفته، فقال لك رجعه له تاني يقول له ان هو عمل كده. الحقيقه هي بس المشكله الممارسات دي نتيجه ما فيش جو صحي او بيئي مريح ومحترم للكل. واعتقد ده بدا يتغير في مصر شويه الى حد ما الفتره الاخيره. احنا بنتكلم عن سنين عدت، الموضوع اتغير كتير. الوضع اتغير والدنيا اتغيرت. وبتتكلم عن صرح الاطفال التخصصي في بنها الحقيقه، صرح من الصروح الكبيره في الاطفال الحقيقه في مصر. كنت قريب عملت بودكاست كده، اخر بودكاست عملته، وقلت سؤال فيه معرفش رايك فيه ايه. طفل الحقن المجهري هل هو اكثر ذكاء؟ الطفل المولود بعد عمليه حقن مجهري هل هو اكثر ذكاء؟ رايك ايه؟ هو احنا عندنا جين سيلكتنج، انت عندكم دلوقتي تختاروا والكلام ده ما اعتقدش انه بيتم بشكل او باخر هنا في مصر دلوقتي، لكن بره بيتم فحص معين واختيار صفات معينه وحاجات كتير. ولكن احنا ما نقدرش نقول عشان الناس كلها ترشي انا مش هقول الطبيعي واروح اعمل حقن مجاري يعني. لا طبعا ما فيش دراسه، او انا ما قريتش حاجه علميه عن الموضوع ده. قد يكون لو انت قريت قول لي، لكن انا شخصيا ما قريتش. طيب هو الموضوع مش علمي، بس انا هقول لك الموضوع جزئي. هو في شويه لفه كده. الاسره اللي متاخره في الحمل قبل ما بتجهز للحقن المجهري تبدا الام تاخد فيتامينات وتتجهز وتاخد بالها من صحتها، لو في انيميا بتصلحها، لو في اي مرض في الغدد، لو في حاجه في الضغط في السكر، بتبدا تاخد علاج منتظم عشان داخله تعمل حقن مجهري. بعد الحقن المجهري اول ما ربنا كرمها وحصل نصيب ماشي على الفيتامينات بانتظام، بتاخد امورها كويس جدا، بتعمل متابعتها كويس جدا، بتعمل تحاليلها كويس جدا، بتعمل سونار رباعي الابعاد في فتره معينه اللي هو بنسميه الانومالي سكان. عندي الولاده اختارت مكان كويس تولد فيه، البيبي اهتموا بيه كويس جدا قبل ما يخرج معاها. في الفتره الاولانيه اختارت دكتور اطفال كويس قوي. اول ما كبر شويه بدات تختار له مدرس، توديه النادي، توديه السباحه. فهنا في النهايه بتلاقي ان المحصله ان الطفل المتكلف ده في الاخر بيبقى اكثر ذكاء. ما هو لو الام عملوا كده على الطفل العادي هيبقى برضه ذكي الحمد لله. ده قصدي. وهو سبحان الله، هي الام لازم تفهم ان صحه طفلها من صحتها. لو هي اهتمت بنفسها زي ما انت قلت كده الطفل هيطلع. لان احنا عندنا الاسباب كتير قوي والامهات بتختلف. واحنا عندنا حاجه محمد يمكن اسمها سبحان الله، احنا كنا دايما نسال السؤال هل احنا قدر مكتوب لنا ولا احنا نقدر نغير اقدارنا؟ فسبحان الله احنا اطفالنا هو لما مولود بجينات معينه، ابوه ذكي، امه ذكيه، ابوه عنده حاجه معينه، الظروف البيئيه بتعمل حاجه اسمها الابيجينيتك بروسيس، بتغير الجينز بتاع الطفل. فلو كان الطفل ده ابوه رفيع هو ممكن يتغير يبقى تخين، ابوه تخين هو ممكن يتغير يبقى رفيع، مش شرط يورث الصفه من ابوه. فالظروف البيئيه والتعامل مع الطفل بيغير مستقبله. فاذا الام اهتمت بالشكل اللي انت بتقول عليه خلاص ان شاء الله باذن الله الطفل يطلع كويس باذن الله. احنا بنتكلم عن السونار اثناء فتره المتابعه، بنتكلم عن السونار اثناء فتره المتابعه، وبنتكلم عن الانومالي سكان، وبنتكلم عن الانومالي سكان اللي اتكلمنا عنه دلوقتي اللي هو الناس كلها بتقول عليه 4D، بس هو الحقيقه مش 4D. يعني هو بنروح لحد متخصص في طب الجنين، شوف لو في اي عيوب ظاهره او مشاكل تخص الجنين. هل حصل معاك قبل كده ان الام كانت مجهزه نفسها وعامله انومالي سكان او عامله فحص تشوهات وتقال لها انه في تشوهات معينه في الكليه، في الحالب، في القلب، وعندي الولاده طلع البيبي كويس وما كانش فيه مشكله والفحص ده ما كانش مظبوط؟ هل حصل معاك حاجات زي دي قبل كده؟ هو بيحصل كل يوم الحقيقه. عظيم. يعني خصوصا اللي انت المثل اللي انت ذكرته، معظم الامهات بتيجي في اتساع في حوض الكلى، في مشكله تانية، كان هو ده يمكن الموست كومن اللي احنا بنشوفه كل يوم. والحقيقه بيجي الطفل وبنعمل السونار وبيطلع الطفل الحمد لله طبيعي والامور بتمشي كويس. واكتر من الحقيقه اكتر من انومالي او اكتر من مشكله في الفيتال سكريننج سبحان الله قد يتم تصليحها، قد يكون هو بالسونار مش شايف كويس، او قد يكون اختلط عليه الامر. ولكن لما بنعمل الفحص بعد الولاده لا الحمد لله، لان انا المستشفى اللي شغال فيها هي مستشفى ولاده واطفال، فعشان كده انا بتعرض للي انت بتقوله كل يوم. يوميا بشوف اطفال مولودين الامهات بتبقى جايه وقلقانه ومعاها الانومال سكين موجود عندي على السيستم وبشوفه. فلما بعمل الفحص بيطلع الطفل كويس، ومشاكل القلب ومشاكل كتير جدا يعني الحقيقه. اخبار التوائم معاك ايه؟ احنا كمتخصصين في الحقن المجهري، او يمكن انا ما بحبش حمل التوائم.
احنا يمكن لما بننقل الاجنه في الحقن المجهري ممكن ننقل 3 وممكن ننقل 2 وممكن كمان ننقل 4، بس بيبقى في دماغنا حاجات معينه، في سكيدول معين احنا ماشيين عليه. هننقل ليه هنا 3 وليه هنا 2 وليه هنا اكتر من 2، جوده الاجنه، عمر الام، عملت حقن مجهري كام مره قبل كده، الرحم بتاعها اخباره ايه، بطنه الرحم اخبارها ايه. ده احيانا ممكن يضطرنا ان احنا ننقل عدد كبير شويه من الاجنه. بس لو صدف والاجنه دي كلها مسكت والام جات لي حامل في 3، بعض الاسر بتفضل انها تكمل بالثلاثه وما بتسمعش كلامنا لما بننصحها انها نعمل اختزال لواحد من الثلاثه. فانت يعني تصوراتك او تعاملاتك في المستشفى اللي انت فيها او تعاملاتك عموما كاستشاري متخصص في الاطفال، حمل التوائم رايك فيه ايه؟ والاطفال اللي بتنتج عنه بتبقى ظروفها ايه؟ عاوز اعرف رايك. هو سبحان الله، هو حمل التوأم جميل ومتعب. يعني هو جميل ولطيف الام يكون عندها توأم، وده حاجه لطيفه ومش حاجه صعبه صراحه. يعني لما انت بتتكلم في لو تقول لي تريبلت او انا بتكلم على 4، التريبلت بالذات. تريبلت والكلام ده، هو ده صعب قوي قوي قوي. لكن في التوائم لا، التوائم يا ريت كل الناس يجيبوا توائم، ما شاء الله التوائم لطيفه والطفلين بيكبروا مع بعض، والام صحيح في الاول بتتعب لكن مع الوقت بتتحسن. لكن هو التريبلت لو انت عندك الخيار في الاول بخياراتكم وبالجزء العلمي اللي عندكم انك تقدر تختزل او تقلل، فانت ادرى. يمكن ده اكتر حمايه للام على صحتها. تقدر تراعي 2 اكتر ما تقدر تراعي 3. الوضع متعب، خصوصا ان احنا في مصر ما عندناش فكره الناني. الام مش تقدر تجيب ناني لكل طفل الصراحه. احنا يمكن بره بتيجي الام عندها، مش موضوع فكره، موضوع ماديات. ماديات. الموضوع صعب، يعني الموضوع صعب، فالام لوحدها ما تقدرش الحقيقه. والموضوع مكلف، هترضع طبيعي ولا لا، هتجيب حليب، الموضوع الماديات بتفرق كتير. فهو حتى وان كنت مستريحه ماديا، فانت الاجهاد اللي هتشوفيه يبقى صعب. فلو عندك الفرصه انك تختاري، هو بخيارك انت مش اختيار ربنا سبحانه وتعالى، انا بفضل التوأم، ممتاز جدا. عظيم. واريح للام شويه. يبقى احنا متفقين في ديت. بالظبط. موضوع الفيرنكس كل شويه كده بتطلع موضه. في الفتره الاخيره بدات اسمع ناس يكلموني كتير يقول لي الام يعني قبل الولاده لو سمحت ابقوا سيبوا الفيرنكس على البيبي. الفيرنكس ده بس عشان الناس تبقى فاهمه معانا، دي الطبقه اللي بيبقى البيبي مولود بيها اللي بتبقى مغطيه جسمه كله. والمفروض ان الطبقه دي هنسمع من الدكتور سامح يعني هي فايدتها ايه بالظبط بالنسبه للجنين، بس احنا ما كناش بنسمع الكلام ده قبل كده. بل بالعكس، كانت ناس يجيبوا لك زيوت وشامبوهات ومش عارف ايه ويدخلوها للتمريض قبل ما نبدا القيصريه او الولاده، يقول لهم استخدموا ديت وحموا البيبي وحطوا له مش عارف ايه والكلام. دلوقتي في موضه طالعه كده يقول لك لا، سيبوا الفيرنكس بتاع البيبي، ما تجوش ناحيته ولبسوه هو زي ما هو كده، ما تعملوش الكلام دوت. ايه رايك في الموضوع دوت؟ هو مش رأيي، هو العلم بيقول ايه. هو الحقيقه طبعا هو الفيرنكس هو بيحتوي على بعض الميكروبات والكائنات الدقيقه اللي بتلتصق بالجلد بتاع الطفل، بتحافظ على درجه حراره الطفل، بتحمي الطفل من حاجات كتير. فالحقيقه هو انت ما تجريش عشان تنظف وتعمل، انتظر. فانا من الناس اللي هو بناخد وقتنا، احنا بنحمم الاطفال عندنا وبنغسلهم، بس احنا في البدايه اللي هي اول فتره ما بيخرجش الطفل، لان انا دي مثلا لان انا شفت ساعات حقيقه، يعني لان انا شفت هنا احنا كنا في مصر بناخد الطفل من عند الام في الحوض. أيوة. على طول يغسلوه وينظفوه كده ويدينوا له الزيوت والام جايبه الزيت معاها وجايبه الحاجات دي، شفتها كتير. انا اعتقد ده ما بيحصلش عندنا دلوقتي، مفيش الكلام ده خالص. احنا بنخرج بننشف الطفل وبس، بنقلل السوائل اللي موجوده، تنشيف فقط بس كده، وبنبدا نلف الطفل كده وبنديه لامه الفتره الاولانيه، وبعد كده بعدها بساعات بنبدا ننظف الطفل او نحميه زي ما بنقول يعني. هل في اطفال فعلا بترفض ثدي الام بالرغم من ان الام ثديها طبيعي وفي كميه لبن مناسبه وكل حاجه، لكن الطفل رافض ثدي الام بالذات وبياخد الببرونه عادي؟ بص يا محمد، موضوع الرضاعه الطبيعيه ده موضوع شائك جدا الحقيقه. وهو احنا في عصر الامهات، التيك توك عمل لها مشاكل في دماغها دلوقتي الحقيقه. يا جماعه الرضاعه الطبيعيه هي الاصل. ربنا سبحانه وتعالى عمل للطفل، انا دايما اقول للامهات عندي كده، حليبك الطبيعي ربنا عمله للطفل. الحليب الصناعي ده حليب بقري. الحليب البقري نزل من البقره، سوري في اللفظ، عشان ترضع طفل البقره. احنا خدناه وما اديناهوش للطفل كده، احنا عدلنا الحليب، خدناه وغيرنا في مكوناته، غيرنا في البروتين والكربوهيدرات والفاتس، وضفنا عليه اضافات عشان نحاول نشبه حليب الام. اذا احنا نتكلم عن حليب الام في السماء، والحليب الصناعي بعده بكتير عند المشاكل. طيب نيجي نقول الطفل رافض صدري.
اولا مفيش حاجه اسمها الطفل رافض صدرك، الطفل تمام. يستلم الكل في البدايه بيبدا يتعود عليكي زي ما انت بتتعودي عليه. هو ربنا سبحانه وتعالى الطفل خرج للعالم كل حاجه بالنسبه له جديده، انت بتبداي تعودي طفلك درجه درجه. اصل الطفل يا دكتور لف راسه الناحيه التانية، اصل الطفل يا دكتور طلع لسانه وزق الحلمه، تمام. اصل الطفل يا دكتور عمل كده. لا لا لا، اهدي، اتعاملي مع طفلك بهدوء، اتعاملي بالراحه. وجود طفلك على صدرك بيحسسه بالامان وبيديكي انت راحه وبيظبط هرموناتك ويظبط هرموناته. اصبري عليه، ما تستعجليش، ما تجريش. الطفل لو مسك الببرونه هيسيب صدرك. بما ان انت فتحت موضوع الرضاعه الطبيعيه، برضو من ضمن التقليعات او الموضه اللي طالعه اليومين دول، يعني طبعا مش كل موضه بتبقى وحشه، احيانا بتبقى حاجات مفيده وعلميه. موضوع دكتوره الرضاعه، انا ملاحظ الفتره الاخيره ديت ان في امهات بيجوا على الشهر الثامن كده يقولوا انا بدات اتابع مع دكتوره رضاعه. هل دي حاجه مفيده وكويسه؟ وهل دكتوره الرضاعه دي بتبقى دكتوره انا ما اعرفش بصراحه، يعني هي طبيب بشري ولا هي تخصصها ايه بالظبط، ولا خريجه ايه، ولا معاها ايه؟ ده اللي عاوز اسمعه منك يعني. هي الحقيقه دي حاجه رائعه، يعني كويس. ده شيء صحي جدا ومميز ان الامهات تتحضر للطفل. لان انت عارف بعض الامهات الحالمه غائره، محتاجه تتجهز قبلها، محتاجه الام تعرف هتعمل ايه، وده شيء كويس احنا بنقوم بيه. اللاكتيشن كونسلتنت او اخصائي الرضاعه او استشاري الرضاعه الطبيعيه، في كورسات دلوقتي موجوده في مصر الحقيقه في اكتر من جامعه بيدوها للدكاتره. احنا عندنا في مصر هنا دكاتره هم اللي بياخدوا الكورس وبيبداوا يعلموا الامهات. طبيب بشري يعني. طبيب بشري. تمام. بره لا، بره الحقيقه احنا بتبقى نيرسات في الاغلب او بتبقى ميدوايفز، وهم اللي بياخدوا الكورسات دي وبيبقى مسؤوله. وعندي عياده رضاعه طبيعيه بعد عظيم. الولاده مباشره، بتقعد مع الام، واثناء الحمل دكتوره النساء بتوديها، بتبدا تفهم الام وتتكلم معاها. والحقيقه انا بقوم بدور استشاري الرضاعه الطبيعيه كمان في العياده، لان انا بقعد اتكلم مع الام تاني وافهم واقول. بعض الامهات بتسكيب الموضوع يعني، فاحنا بنقوم بالدور ده. موضوع فيتامين كاف. فيتامين كاف للام قبل الولاده، وفيتامين كاف للطفل بعد الولاده. سمعت من بعض الزملاء ان احنا بندي الام حقنه الصفرة. يا جماعه حقنه الصفرة دي تقريبا بيجي قبل الولاده كده يدي الام حقنه فيتامين كاف. وسمعت من بعض الامهات انتوا بتدوا فيتامين كاف للبيبي بعد الولاده ولا لا؟ طبعا احنا بندي فيتامين كاف للبيبي بعد الولاده على طول، دي حاجه عندنا بقالها 50 سنه بتتعمل، ما فيهاش ايه كلام يعني. لكن هل في اي دراسات انت تعرفها او تنصح بيها تقول ان احنا ندي الام نفسها قبل الولاده حاجه تخص الموضوع دوت؟ الحقيقه اطلاقا، الا اذا كان دكتور النساء قلقان من حاجه معينه خاصه بالتجلط والكلام ده. تمام. ده شيء طبي يخصه. لكن بالنسبه للطفل لا، احنا بعد الولاده مباشره بندي الطفل فيتامين كي، لان هو فيتامين كي ما بينزلش في الحليب الطبيعي وما بيتنقلش للطفل، وبيبقى لسه الكائنات الدقيقه اللي سبحان الله احنا فيتامين كي اللي بتصنعه عندنا، الكائنات الدقيقه اللي كنت بتكلم عنها في الاول داخل معده الطفل بتكون لسه ما اتكونتش. فاحنا بندي الطفل فيتامين كي في اول لحظه بعد الولاده علشان نحافظ عليه من مشاكل تخثر الدم. يا جماعه، راي دكاتره النساء ورأي دكاتره الاطفال والرأي العلمي بيقول ان مفيش حاجه اسمها حقنه الصفرة الام بتاخدها قبل الولاده. لو سمحتم، مش كل حاجه بتتسمع وبتتشاف على التيك توك ولا على السوشيال ميديا نجري وراها ونطلب ان احنا ناخدها. عاوزين دايما نحاول ان احنا نضيف قيمه علميه لحوار زي النهارده جايبين فيه راجل استشاري متخصص على اعلى مستوى بيكلمنا كلام محترم وكلام علمي وكلام دقيق. مش شرط نكون بنعمل كل حاجه 100%، لكن على الاقل ما نجريش ورا حاجه علشان خاطر ان احنا بنقلد وخلاص. طيب احنا عندنا دكتور سامح، بما ان احنا دخلنا في موضوع حقنة الصفرة وغيرها، في حاجات معينة بتكون امراض عند الام قبل الولادة، زي مثلا فيروس سي، وبيسألونا، وبعض الحاجات التانية اللي هسألك عليها اسئلة سريعة كده دلوقتي ان شاء الله وتجاوبني عليها. هل الام اللي عندها فيروس سي ممكن ترضع طبيعي بعد الولادة؟ ايوه ممكن ترضع طبيعي بعد الولاده. طيب فيروس بي؟ ترضع. فيروس ايه؟ ترضع. ام عندها MS؟ ترضع. ترضع. عظيم. الحقيقه يعني الحاجات دي بسالك فيها لان احيانا الام بيبقى عندها معتقد ان هي مش هينفع ترضع عشان ده هيضعفها او هيعمل لها مشاكل، او طبعا اذا كان اللبن ممكن ينقل الفيروس ده للبيبي ولا لا. فهم دول الحاجتين اللي ممكن يخلوا الام، اولا ان ده ممكن يضعفها جامد لو رضعت مع المرض الموجود دوت، ثانيا ان ده ممكن يتنقل للطفل. تعال نفهم الام. تمام. نفهم الام. هو طبعا بالنسبه للفيروسات انت ذكرت 3 فيروسات اللي هي فيروس A وبي وسي. تمام. فيروس بي وسي بينتقل عن طريق الدم
وعن طريق العلاقات الجنسية. إذا هو الطفل لما بياخد الفيروس ما بينزلش فيه الحليب، فالموضوع منتهي بالنسبة له وما عندناش أي مشكلة. فيروس الكبد الوبائي إيه؟ بينتقل عن طريق الفم، عن طريق الأيادي الملوثة. كل اللي بنطلبه من الأم إنها تغسل إيديها كويس، النظافة الشخصية، وترضع طفلها. إذا الثلاث فيروسات اللي أنت ذكرتهم تحديدا ما بيتنقلوش للطفل عن طريق الحليب. إذا لا مانع مع الرضاعة الطبيعية إذا كانت الأم مصابة بتلك الفيروسات. تمام جدا. بالنسبة لي أي مرض تاني، مم. النقطة المهمة هنا هي الأدوية اللي الأم بتاخدها، عظيم. مش المرض في طبيعته. عظيم. فإذا كانت الأدوية اللي بتاخدها باستشارة طبيبها بيتم إفرازها في الحليب فقد تؤثر على الطفل، إذا بنبدأ ناخد اتجاه آخر. ولكن إذا كانت الأدوية لا تؤثر على الطفل ولا يتم إفرازها في الحليب، فالأم تكمل الرضاعة الطبيعية. هل الطفل بيشوف لما بيتولد؟ آه اول ما يتولد على طول بيشوف خيالات، بيشوف ألوان أبيض وأسود، ويشوف هالات. هو مش شايف تقريبا إيه اللي هو شايفه. هل بيسمع صوت امه ويميزها في البدايات خالص في الاسابيع الاولى من أول الحمل، من اول الحمل وهو في بطنها؟ وهو يعني احنا ساعات بنقول للام في اول مثلا الخامس السادس ممكن تكلميه، وممكن تكلميه بصوت عالي شويه وتقربي والكلام ده، لان هو فعلا بيبدا يسجل صوتك. دي حقيقة. فهل ده دي برضو حقيقة. في الاسابيع الاولى بعد الولاده بيحصل؟ بيسمع، وبنقول للطفل للأم، بنقول للأم اتكلمي مع الطفل. اللي انت بتكلميه وبتقوليه هيخزنه الطفل معاه. فالكلام والحكي مع الطفل حتى قبل ما ينطق مهم جدا جدا في تطور الدماغ. احنا بنقول النوم عافيه، النوم عافيه للام وللطفل. ولينا. ولينا طبعا اكيد يعني، وللدكاتره. ازاي الام تقدر تنظم نوم طفل، ازاي الام تقدر تنظم نوم طفلها في الفتره الاولانيه خالص بعد الولاده مباشره، علشان هي تقدر تنام وتقدر تواصل وتقدر تهتم بيه، وهي كمان تقدر تحس ان هو بينام عدد ساعات كافي؟ هل ده ينفع يتعمل ولا انا متهيألي انه ما ينفعش؟ هو مفيش حاجه ما تنفعش، الحمد لله رب العالمين. في كل حاجه تنفع. والحقيقه هو السؤال ده كل يوم بساله في العياده مع الامهات وبيتكلموا فيه. هو ربنا سبحانه وتعالى الطفل في بدايه عمره بينام من 18 ل 20 ساعه. فالامهات الطفل بيصحى يرضع وينام. يعني بنقول ان الرضاعه الكافيه للطفل اللي ياخدها الطفل وينام بعدها لحد ميعاد الرضعه الثانيه. فاذا الام عملت الاحتياطات البسيطه اللي بنتكلم معاها دايما فيها، هتلاقي طفلها نام. اللي هو لازم الطفل ياخد رضاعته من النوم. نبقى حريصين من البدايه ان احنا نعمل روتين للطفل. الاوضه لازم الاضاءه خافته، مفيش اصوات كتير حوالين الطفل. الطفل بينام في مكان درجه حرارته مناسبه، بينام على سطح مناسب. الام بتهديه وتنيمه. بعض الامهات بتتخيل انها لازم تشيله كل شويه وتتحرك بيه علشان ينام. لا، لازم طفلك يتعود من البدايه انه ينام على سريره. يعني ده غلط قصه انها تقعد تهز فيه كل شويه عشان لا، الهز موضوع تاني. انا قلت تشيله، هو دي المشكله. تمام. لكن تهزه وتهدهده ده ما عنديش مشكله. مم. عندنا اساليب كتير. عندنا الضوضاء البيضاء، في الام تشغل الغساله، تشغل السشوار، تشغل صوت. هو انت زي ما انت عارف ده صوت الجريان الدم داخل رحم الام، بيبقى عامل تمام. تمام. الصوت ده لما اللي هو بيسمعه متعود الطفل عليه. بيهدى، متعود عليه، تمام. فبيهدى وينام. فالاساليب كتيره وعلى حسب البيئه اللي الطفل فيها. انا اول مره اسمعها دي، يعني ممكن تبدا تشغل حاجه جنبه عشان ينام؟ اسمها الضوضاء البيضاء، الوايت نويز. ودي حاجه مشهوره جدا ومعروفه، انها تشغل جنبه صوت يعمل نفس صوت جريان الدم، اللي هو زي ما احنا بنقول عليه دايما الغساله. زي ما الفيلم كان فريد شوقي بينام على صوت الغساله. ايوه. انسب وقت للبيبي لما نكون هنعمل قيصريه محددين ميعادها مسبقا، او بنسميها elective cesarean section، من وجهة نظرك هل انا اكتفي ب 38 اسبوع، ولا اولد عند 39 اسبوع، ولا انتظر لحد 40 اسبوع؟ والله الحقيقه ما فوق ال 37 اسبوع بالنسبه لدكتور الاطفال هو مقنع وممتاز. اذا انت متابع الطفل زي ما انت بتعمل السي تي جي وبتتابع طفلك وبتديله فترته الكافيه. احنا بنقول طبعا هو 38 ل 40 هو دي فتره كافيه جدا للطفل داخل رحم الام، وبيطلع لنا الطفل كامل ومكتمل الحمد لله رب العالمين. فدي رؤيتك انت وقرارك انت، لكن اديني طفل فوق ال 37 اسبوع انا مبسوط ومرتاح. احنا عندنا في مصر دلوقتي مراكز حقن مجهري كتير جدا جدا. احيانا كثرة عدد المراكز ما بيبقاش مفيد للأم، او مش مفيد للأسر يعني، وكمان انا وجهة نظري ان هو مش مفيد للأطباء يعني.
انا عاوز اسالك، بما ان انت بقالك في الامارات فتره طويله، هل في عدد مراكز حقن مجهري كبير في الامارات؟ هل في في كل مثلا في كل اماره او في كل ولايه في مثلا اكتر من مركز، ولا دكاتره الحقن المجهري قليلين، ولا المراكز قليله، ولا بيعتبروا ان ده تخصص ريفيرال بيبعتوه مثلا لحد تاني، او هتتنقل لولايه تانية؟ او يعني عاوز اعرف منك العدد، عدد المراكز وعدد الاطباء المتخصصين في مجال الحقن المجهري وعلاج تاخر الحمل. هو الحقيقه احنا لازم نراعي فرق التعداد، يعني تعداد مصر ما شاء الله تمام. معدي ال 120 مليون، تمام. فطبيعي يعني. لكن انت بتتكلم عن دول الخليج عموما، هو العدد مش زي مصر، ولكن احنا عندنا الامور مقننه بشكل او باخر. العدد قليل جدا، ممكن تلاقي في كل اماره مثلا مركز او اتنين او ثلاثه بكتير قوي، او في المستشفيات الكبيره تلاقي سنتر معين. فاحنا لا، الحقيقه إن في الحقن المجهري عندنا محدد جدا، عدد الاطباء مش كبير. هم بيجيبوا او بيستقطبوا الناس اللي هي تكون لها سمعه كبيره. ما شاء الله احنا مصر زي ما قلت لك الدكاتره عندنا شاطرين ما شاء الله. انت لو جيت الامارات مش هتلاحق على الشغل. طب يلا شوف لنا يلا ولا بسرعه. حاجة. ف فالحقيقه لا، هي مراكز قليله ومعروفه ولها سمعه عندنا موجود. يمكن انا هدفي من السؤال دوت حاجه، ان احنا يعني احنا بنشوف هنا مريضات من الخليج كتير جدا، وبنشوف مثلا مريضات عايشين في الامارات، مثلا مغاربه، توانسه، جنسيات تانية من عمان بس مقيمين في الامارات. هم الحقيقه بيجوا عندنا مصر، احنا من فضل الله رب العالمين عندنا الحقن المجهري تكلفته قليله خالص مقارنه بالدول دي. انت جاوبت. اه بالظبط. هو انا بس سؤالي، هل هو ده السبب الوحيد ولا في اسباب تانية؟ لان انا عارف مساله احنا من فضل الله رب العالمين بنطلع نتائج من فضل الله رب العالمين ممتازه، يعني لا تقل اطلاقا عن دول العالم الاول في الحقن المجهري بالذات، بتكلفه بسيطه جدا مقارنه بالدول التانية. يمكن زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي ان مساله التعداد والعدد الكبير ده بيدي فرصه شويه ان شركات الادويه بتدينا الادويه باسعار مخفضه، ان لما بنيجي نشتغل على عدد كبير في مركز حقني مجهري واحد غير لما بنشتغل على 3 4 حالات، لما بنشتغل مثلا 30 حاله في الشهر غير لما بنشتغل 3 4 حالات في الشهر. فده بيمكننا هنا في مصر ان احنا نعمل الحقن المجهري بتكلفه قليله. فانا بسال السؤال بتاع عدد المراكز الحقن المجهري وعدد الاطباء المتخصصين في الحقن المجهري، علشان اشوف منك يعني الحقيقه ده لسه جاي على بالي دلوقتي، يعني هل ده يعني موضوع التكلفة بس، ولا في حاجة تانية غير التكلفة تخص العدد نفسه والمراكز المتاحة في الموضوع دوت؟ هو الحقيقه السبب الرئيسي التكلفه، لان التكلفه عاليه جدا جدا هناك، تمام. والجنسيات التانية غير مغطاه. هو غير مغطى بالتامين الحقيقه العام المجاري ما عدا المواطنين طبعا يعني. فعشان كده هو تكلفته عاليه قوي. فعشان كده مصر احسن، بالاضافه الى السمعه. الحقيقه يعني الحقيقه احنا سمعه الطب في مصر سمعه طيبه الحمد لله بره، الحمد لله. مش في الحقن المجاري، في تخصصات كتير. وانا اعرف ناس كتير الحقيقه بتنزل تعمل عملياتها في مصر، بتنزل تتابع حاجات كتير في مصر. فلا احنا سمعتنا كويسه، الحمد لله. ودكاترتنا مستواهم ممتاز الحمد لله، تمام. ولينا سمعه الحمد لله كويس. الحمد لله. هل في فرق في المناعة ما بين الطفل بتاع الحقن المجهري والطفل العادي؟ على حسب العمر الوليدي، هو اتولد امتى، واتولد وزنه كام، واتولد حالته عامله ايه بالظبط، ورضع طبيعي ولا صناعي. اكتر وزن شفته لطفل مولود عن طريق الحقن المجهري، واقل وزن برضه؟ لا، هو اقل وزن ما انا اتذكر 450 جرام. 450 جرام. 450 جرام عدى ده سمح؟ عدى الحمد لله. ده كان في الكويت برضو يعني، صراحه كان في الكويت معايا. عظيم. وفي السعوديه كمان كان في اوزان زي كده، وعدت معانا الحمد لله رب العالمين. اكبر وزن لا بنشوف يعني، بنشوف لحد 3 كيلو الحمد لله، 2 كيلو ونص وحاجات كتير. برضو طالما اتكلمنا على الاوزان وعلى التوائم، اكبر عدد توائم حضرته كان كام توأم؟ 3. 3. ما حضرتش اكتر من كده؟ لا حقيقة انا شغل النيونيت عندي من الفتره اللي فاتت، انا اطفال العياده اكتر شويه. طيب اصل احنا ولدنا 4 مرة هنا. اه بس طبعا للاسف يعني احنا زي ما قلنا برضو من شوية، انه كل ما كان العدد اكبر كل ما كان فرصة الولادة المبكرة اكبر. فالاربعة دول بالظبط. للاسف احنا ولدناهم في اول السابع، وللاسف في 2 منهم ما كملوش، وفي 2 كملوا في الحضانة. وعشان كده بنتكلم ان الاختزال احيانا بننصح بيه، لكن في النهايه احنا مضطرين نسمع كلام الاسره. يعني لو الاسره قالت لا، خلاص انا ما اقدرش اجبر الاسره انها هو تعمل بالمنطق اختزال. صحه يعني الام ما تحتملش وما بتقدرش يعني، وبتبقى الفرصه صعبه كمان الحقيقه يعني. دكتور سامح، هنخرج شويه من الاسئله العلميه ونتكلم شويه في السوشيال. انا جالي زوج جايب لي زوجاته الاثنين، وبيقول لي انا عاوزك تعمل لهم الاثنين حقن مجهري. والغريبه بقى ان هم بعد كده كانوا بيجوا في المتابعات من غير الزوج، وحريصين جدا على بعض، وحريصين جدا على متابعات بعض،
وكل واحده حريصه انها تطمن على التانية واستجابتها وكويسه ولا لا فعلا، يعني مش تصنع ولا لا، ده هم حتى يعني كان باين جدا ان هم يعني عاوزين يقدموا للزوج دوت هديه. يعني هو كانوا متاخرين في الحمل فتره طويله وسنهم كبير وكده. هل بتقابلك مواقف زي دي في عياده الاطفال؟ والى اي مدى بيكون الموضوع ده فعلا حقيقي وواضح يعني؟ السؤال ده مفخخ بشكل او باخر يعني. بص، هو الحقيقه احنا ثقافه الازواج او ثقافه الزوجه الثانيه هي منتشره في الخليج، خلينا نتفق على ده، غير مصر. انا ماليش دعوه بمصر دلوقتي وما تدخلونيش في مصر. لا، انا حابب يجي لي ازواج كتير مع بعض، بيجي لي الزوج بالزوجتين مع بعض جايين باطفالهم، واحيانا تيجي الزوجه تسالني على اطفال الزوجه الثانيه. هم بيكونوا عايشين في نفس البيت في تعايش سلمي الحمد لله رب العالمين، واتفاقات سلام كامله يا الحمد لله. عظيم. فده بيتكرر كتير، وبشوف 3 وبشوف 4، وبشوف الأمهات بتيجي تتكلم تقول والله أنا هتجيلك مرض زوجي التانية وأند سو أون. بشوف المواقف كتير. الثقافة في الخليج مقبولة غير مصر، فماليش دعوة بمصر، لا الحاجات دي بتيجي وموجودة والناس عايشة ومتقبلها جدا، ما فيهاش أي مشكلة. طيب برضو من خلال شغلك في عيادتك، إلى أي مدى بتحس إن في الزوج ولا الزوجة هم اللي متحملين أكتر ومتحملين المسؤولية أكتر ومهتمين أكتر بصحة الطفل وبمتابعته وبتطعيماته وإلى أي مدى برضو بتشوف إن ده بيؤثر على صحة الطفل النفسية؟ هو بص، الحقيقه دي جنسيات بقى يا محمد، نرجع لسؤال الجنسيات اللي انت سالته في اول الكلام. الحقيقه من اكتر الجنسيات اللي بشوف الاب هو اللي متحمل مسؤوليه الطفل الفلبينيين. الفلبنه الحقيقه الاب بيجي شايل الطفل، هو اللي عارف رضاعته، هو اللي عارف تفاصيله. لو سالته الطفل رضع ولا لا، تروح الام بصاله تقول لي يا دكتور خد رضع او ما خدش او الكلام ده. فالاسيويين الحقيقه من الناس اللي الرجاله بتشيل. العرب عندنا الامر مختلف شويه من مكان للتاني. الحقيقه احنا كمصريين الام هي القائمه بامر الاطفال، هي المسؤوله عن كل حاجه. بيجي الاب والزوج يجي معاها العياده، ولكن الام اللي عارفه التفاصيل. ولو جالي الاب الحقيقه لوحده بالطفل، بنضطر ان احنا نعمل كونفرنس مع الام ونتصل عليها عشان نعرف التفاصيل، لانه في الاغلب هيعك لي الدنيا كلها، فانا لازم اخد الكلام كله من الام. الخليج الام شايله اكتر، الام هي اللي عارفه وهي اللي متابعه وهي اللي بتعمل كل حاجه. الجزء الشوام لا، مناصفه، الزوج والزوجه مع بعض دايما. الافارقه الام. اللاتين امريكان الزوج بيشيل شويه، الاوروبيان الاثنين مع بعض. فالحقيقه هي مختلفه، احنا بس المصريين العالم الناس الوحيده اللي الزوج بيكون شايل هم الانكم شويه، تمام. وسايب الاولاد للام شويه. تمام. الحقيقة أنا قريب عملت لأسرة سعودية، الأب عنده 67 سنة والأم عندها 43-44 سنة، وكانوا الحقيقة عاملين حقن مجهري قبل كده 6 مرات، وما بين الرياض ومصر والأردن كمان، وربنا أكرمهم بعد حوالي 23 أو 24 سنة ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين. هم ولدوا في جدة وبعتوا لي صور البيبي وهكذا. انا اللي عاوز اساله لك بقى دكتور سامح، من وجهة نظرك انت كاستشاري متخصص في طب الاطفال، الى اي مدى الاهتمام الزائد بالطفل؟ لان هم الحقيقه كانوا كل شويه يبعتوا لي اسئله، لان احنا كنا يعني ارتبطنا عاطفيا ببعض انا والاسره يعني. أيوة. كل شويه يبعتوا لي ان بيبي عمل كذا، وديناه كذا، ورحنا كذا، ورحنا بالليل الاطفال كذا، وفي المستشفى قالوا لنا كذا، بياخدوا رايي في الموضوع. الى اي مدى بيكون الاهتمام الزائد عند اسره زي دي مثلا ممكن يكون مضر بالطفل؟ الحقيقه ان هو سلاح ذو حدين. وانا دايما اتكلم مع الامهات اقول لها ما تبقيش ميتيكولس قوي مع ابنك، يعني لان الامهات ساعات تفحر. احنا كان لو تفتكر كان عندنا يعني الرائع الدكتور المطري كان معلمنا أيوة طبعا. كلمه لطيفه يقول لنا don't trouble the troubles until the troubles you. انت ما تروحش للمشاكل وتدور عليها. ما دام طفلك بيجي في المتابعات ودكتورك شافه واطمن واموره كويسه، ودايما اقول للامهات طفلك بيرضع، بينام، بيزيد في الوزن، بيتطور في متابعات الدكتور شايفه كويس، اهدي، ما تدوريش. بعض الاهالي الحقيقه بيبقى ارتباطهم العنيف، او الطفل جه بعد فتره طويله فتلاقيه الطفل عمل كح،
جري على المستشفى. جريوا على المستشفى ممكن لا قدر الله ياخد عدوى من طفل مريض، ياخد مشكله. لا، انت حاول بنقلل زيارات المستشفى قدر الامكان. احيانا بعض الاطباء هو بيبقى بيقلق مع قلق الام، فيضطر يوصف ادويه مش مطلوبه. احيانا نطلب فحوصات مش مطلوبه، وهكذا. فانت الاهتمام الزايد بالذات الطبي مع الطفل قد يضره، ولكن ثبتي طبيبك، خليكي مع دكتور اطفال واحد اذا وثقتي فيه، تمام. خليه يتابع طفلك عن كثب، وامشي معاه خطوه خطوه. تمام جدا. لسه في سؤال جاي لي حالا في بالي دلوقتي، اتسالته من فتره. امي بتسالني لو الطفل وقع من ايدي اعمل ايه؟ تتخضي وتعيطي زي ما أكيد. بتعمل. هو ده اكيد اي حد في الدنيا هيسمع الكلمه دي هيقول كده. على حسب الوقت طبعا. انت اول حاجه بتشيلي طفلك، تطمني عليه، تهدي طفلك، تتعاملي معاه بهدوء، تهدي صراخه، تبصي عليه، تشوفي هل في لا قدر الله نزيف باي شكل من الاشكال، هل الطفل فقد وعي، هل الطفل مش في حالته الطبيعيه، وقع منك روحي المستشفى. دي كلام ما فيهوش جدال. اولا بنطمن على الطفل، نطمن ان الخبطه مش في الراس، ما فيش اي مشاكل في العظام، ما فيش اي مشاكل في الوعي. الكلام ده عندنا علامات خطوره بنقولها للام. طفلك رجع، نزل اي سوائل من الانف او الاذن او الفم، فقد الوعي للحظات، دخل في اي حالات تشنج، اي علامه من العلامات دي مباشره بنتوجه للطوارئ، لان لا قدر الله قد تكون مشكله في الجهاز العصبي. ولكن انت رحتي الطوارئ، الطبيب اطمن على طفلك، بترجعي 24 ساعه متابعه، طفلك خلص ال 24 ساعه، خلاص الحمد لله انت في امان او عديتي الفتره الخطره للطفل. دكتور سامح، في نهاية حلقتنا النهاردة أولا احنا يعني مش عارفين نشكرك ازاي ان انت لبيت دعوتنا، وان خلاص. احنا شفناك بقالنا كتير جدا ما شفناكش. ايه النصيحة اللي انت ممكن تقدمها للأمهات، خصوصا بما ان احنا بنتكلم من النهاردة من أول الحلقة عن الحقن المجهري، الأمهات اللي ربنا رزقهم ببيبي بعد فترة طويلة من تأخر الحمل وعندهم طفل دلوقتي نتيجة حقن مجهري، ايه النصيحة اللي انت ممكن تقدمها لهم سواء قبل الولادة مباشرة او في فترة الشهور الاولى او السنة الاولى من الولادة او بعد الولادة؟ هو الحقيقه قبل الولاده اختاري طبيبك صح، دي اول حاجه، لان ده ركن اساسي اللي بيوجهك. تمام. تاني حاجه اهتمي بصحتك، صحتك، تغذيتك، كل حاجه، فحوصاتك اطمني عليها، لان ده بينعكس على طفلك. تالت حاجه، واول ما طفلك يتولد اختاري ودوري على طبيب الاطفال اللي انت هتتابعي معاه وتبداي معاه الرحله. الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية هي الأساس. إذا رضعتي طفلك طبيعي أنت حميتيه من حاجات كتير جدا. عظيم. التطعيمات، متابعة جدول التطعيمات ومتابعة طفلك في التطعيمات شيء مهم جدا جدا. الحاجة التانية والأهم يا محمد، قربي من طفلك، وقربي بشكل زي ما بنقول بشكل هادي. عوديه ان هو يعتمد على نفسه، عوديه ان هو يسبق بخطوة. شوفي دايما ايه الحاجة اللي تقربه من ان هو يكبر زي ما انت عاوزة. والاهم ابعدي عن الشاشات، الموبايلات، التلفزيون، السكرينز بقت كارثة دلوقتي، ومن الحاجات اللي احنا قد تتهم في انها بتسبب للاطفال التوحد، وده بقى منتشر دلوقتي. فالحقيقه اذا انت عملت كده مع تغذيه صحيه كويسة أو معقولة ومتابعة مع طبيب بشكل منتظم، إن شاء الله بتعدي بر الأمان. وأنا يهمني أقول لك حاجة يا محمد، إحنا عندنا ال3 سنين دول إحنا بنسمي عندنا فترة ال1000 يوم. ال1000 يوم بيبتدي من الحمل معاك، بيبتدي من ال9 شهور بتوع الحمل والسنتين اللي بعدهم دول ال1000 يوم المهمين في عمر الطفل. مخه بيتكون، جهازه العصبي بيتكون، جهازه الهضمي بيتكون. احنا عندنا مخ الطفل بيوصل 80% من حجم الطفل العقل البالغ عند 3 سنين. عظيم. يعني 80% من مخ طفلك بيكون في اول 3 سنين. اذا اهتميتي في اول 3 سنين وفي الحمل، انت اديتي الفرصه ان طفلك يطلع مخه متكون بشكل سليم، عشان ما ترجعيش تقولي طفلي عنده مشاكل وطفلي مش كويس في المدرسه والكلام ده كله. شرفتنا يا دكتور سامح. انا شخصيا استفدت كتير من الحلقة بتاع النهاردة. متشكرين جدا على تلبية الدعوة، واتمنى انه نكون استفدنا من الحلقة بتاعت النهاردة. الرحلة الحقيقة زي ما قلنا ما بتنتهيش عند اختبار حمل ايجابي، الرحلة طويلة وممتدة، ولنا أصدقاء كتير في الرحلة. اخترنا لكم النهاردة تخصص طب الأطفال، ولسه في تخصصات تانية كتير هم
لازم يكونوا مزامليننا في الرحلة، ولازم يكونوا معانا في الرحلة علشان نقدر نوصل كلنا في نهاية الرحلة إلى بر الأمان. كان معاكم محمد جميل في طب بجد مش هبد، انتظرونا. حضرتك حاجات في دماغي غير اللي مكتوب هنا اصلا، اعتقد من نفسي هنتس بس. ورئيس قسم الاطفال في مستشفى نسيت. قول احضر يا محمد، بطلت شغل التحضير ده من زمان. انا هقول لك كلمتين بصوت كده يا عم، قول اللي انت شفت عايزه. سبت اليونيت من قول زمان. اللي انت عايزه. ما نقدرش، احنا بنجهز. هديه يعني، هو كانوا متاخرين في الحمل فتره طويله وسنهم كبير وكده. انت عامل لي شرك، ايه انت عامل لي شرك، عامل لك ايه؟ شرك خداعي. ايه شرك ده؟ شرك. انا ما طب اوكي. الكلمه دي جديده. طيب احنا هنقط من الاول عامل لي شرك دي كويس. طيب